رحمه الله عليه. مكتبه القاهره. رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. دكتور، بالنسبه لي اعتقد القرار ان شاء الله باذن الله باذن الله هيصدر خلال ايام قليله. قرار زي ده اعتقد ان من ممكن يسعدك الى حد ما. لا طبعا. قرار ايه اللي يسعدني؟ ان اعتبار انا فقدت اغلى الشباب، انا فقدت شاب بكالوريوس هندسه وكان ولد مؤدب ومتدين وكان بيلف ورا النادي بتاعه، ودي كانت غلطه. النادي اللي ما قدرش انا ابن النادي، متربي في النادي وهو متربي في النادي، وللاسف النادي كان ليه دور. يعني مش عايز اقول في موت ولادنا، لان انا مش عايز اخش في مشاكل دلوقتي مع حد، لكن هتبان الحقيقه بعد كده. ما كانش المفروض الاولاد ولاد الناس دول يروحوا ماتش فيه همج زي كده، وماتش فيه تهديدات على النت وهنقتلكوا وخلي امك تجيب تحضر كفنك. ابن ناس ما يعرفش الكلام ده، راح يتفرج على الماتش. كان المفروض ناس من الناس اللي عاقله. هو ايه اللي وداه؟ اللي وداه ما اعرفش، ما كانش المفروض راح. ايه اللي وداه؟ ان النادي كان المفروض يقول لك من غير جمهور، او اتحاد الكوره يقول لك يا جماعه هنلعب الماتش ده. طب هو مال النادي حضرتك؟ احنا اولاد الناس دي، ولاد الناس دي حضرتك، دي هم كلهم ولاد ناس يا فندم. هم دول ولاد ناس، ولاد ناس. طبعا. ما كانش مفروض زي ما حضرتك بتقول لي ايه اللي وداه، ما كانش راح، وما كانش ولاد الناس دي كلها. طب انت ليه حضرتك ما منعتوش؟ امنعه ازاي؟ انا رحت بتفرج على الماتش في التلفزيون، بقول لها مهاب فين؟ بتقول لي ما في بورسعيد. قلت يا نهار اسود، يا نهار اسود، ايه اللي ودى ابني بورسعيد؟ ولو في اعلام كويس وفي نادي بيحب الجمهور اللي ضحى عشانه ده، والشباب الجميل اللي مات ده بلا ذنب، اللي جامعه امريكيه واللي جامعه المانيه واللي جامعه القاهره. انا ابني هندسه القاهره 4 ماتوا معاه. خدت بال حضرتك؟ هتقول لي كل واحد بسال ابو كل واحد يقول لي والله ما اعرف، هو راح من ورايا. خدت بال حضرتك؟ النادي بقى كان ليه دور في ايه؟ لما الاتوبيسات ما رضتش تيجي وقال انا خايف، لما واحد خاف على الاتوبيس يتكسر، كان المفروض يخاف على ابني الغالي الوحيد ان يموت. ربنا يبارك. يخاف على كده. يعني لو كل واحد من المسؤولين في النادي عرف ان الولاد دول ولاد ناس فعلا، مش همج، ولاد ناس، ولاد جامعه امريكيه وجامعه القاهره وجامعه المانيه. ده في ناس. بص دكتور خليك بس معايا ثانيه واحده دون عصبيه، بس عشان عايز اتناقش. اول حاجه عايزين نتفق عليها، انت حضرتك كنت رافض سفره، دي نمره واحد، لكن هو راح لقدره. خلينا عشان ما نختلفش في الكلام ده، هو ربنا مقدر له كده. ثانيه واحده بس. للاسف. ما هو انا للاسف. ما هو يا دكتور ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. من ضمن الناس اللي بتموت برضه. يعني حضرتك الناس اللي بتموت في التحرير ولا ده قدره. يعني ابني كان بينزل الميدان ويجي لي بخرطوش ضربه، ويجي له مش عارف بقنابل مسيله للدموع مورمه له وشه، واجي اساله يا ابني، يقول لي عشان بلدنا يا بابا، عشان الثوره، ادي الثوره، ادي اللي عملته فينا الثوره، عشان بلدنا يا بابا تتحرر، عشان نعيش. يا ابني انت محتاج حاجه؟ انت راجل ابوك موفر لك كل امكانيات الحياه. تمام. ابوك جايب لك شقه وجايب لك مجهز لك مكتب وعندك عربيتك ومعك فلوسك، مالنا بالكلام ده؟ يقول لي الثوره يا بابا، ادي الثوره، ادي اللي عملته فينا. لو احنا عارفين ان في انفلات امني ما كانش في دوري يتلعب، ما كانش مفروض يتلعب حاجه عشان ولادنا اللي راحوا دول. اجيب ابني ازاي دلوقتي؟ اديني اي حاجه. هتقول لي قرار شهداء مش عايزه، هتقول لي خد 100,000 جنيه، انا عندي ملايين مش محتاج. وقلت العدل بتاعي قبل كده، وقعدت معاه والعمري فاروق، وقعدت معاهم وعارفين انا مين، وعارفين ابني غني قد ايه. ابني سايب ملايين وراه. قول لي استفدنا ايه؟ احنا دلوقتي لو في وعي ونادي محترم، النادي احنا اتربينا فيه. انا ابن النادي، بقول لك انا بتربي في النادي ده بتاعي طبعا. النادي ده كيان قاعد، الاداره هتمشي. خدت بال حضرتك؟ لو كانوا في الاول خالص شايفين ان في قلق على عيالنا دي، بيخشوا على النت وشايفين، لا يا عيال ما حدش يروح، خلاص اتصل باتحاد الكوره، اتصل بالامن يا جماعه الماتش ده. يا دكتور بعد اذن حضرتك، يعني انت حضرتك كولي امره ما قدرتش تسيطر عليه عشان يروح النادي، هو عايز النادي هو هيقدر يسيطر عليه يا دكتور؟ يا بيه معلش، هتيجي ازاي دي يا دكتور؟ بعدين في حاجه، انا كنت معاك في حاجه واحده، انا مع حضرتك في حاجه واحده، ان ما كانش ينفع في ظل الاجواء اللي كانت قبل المباراه ان كان ممكن اتحاد الكره يلغيها او ياجلها. لا تتلغي يا بيه، معلش زي اي حاجه بتتلغي. ما تلاقي دلوقتي عملوا الدوري حددوه كم مره واتلغى. الدوري اتلغى في مصر كم مره؟ ما اتعملش كم مره؟ يجي 7 8 مرات. 4 مرات ياخدوا قرارات وما يتعملش. يعني اذا في ايد اتحاد الكره يا بيه تلغي ماتش ده كان في ايده. قال لي اتحاد الكره اتحاكم، اتحاد الكره اتحاكم. انا بسال سؤال وقلت للكابتن حسن حمدي وانا بجتمع معاه، اتحاد الكره اتحاكم، حكم المباراه اتحاكم. هو انت بتحاكم مين؟ بتحاكم عيال لموهم كلهم من وسط خلينا نتكلم بصراحه. دلوقتي العيال اتلمت دي، العيال اتلمت كده، كل واحد شافوه في فيديو لموه. ده مصيبه هتحصل يوم 26. الموضوع اكبر من اي حاجه يا جماعه. اقسم لك بالله في ثوره هتقوم. انا واحد من الناس هموت عشان ابني، انا عارف ان حق ابني مش هيجي.
كويس قوي يا بيه. معلش لازم نعرف، انا نعرف الكلام ده كويس قوي. انا بحضر المحاكمات كلها عشان تبقى عارف. تمام يا مفيش جلسه عدت عليا ما حضرتهاش. تمام. الموضوع هيتشيع وهتشوف. في ناس اكبر من الكلام ده بره. الناس دي كان المفروض تتجاب. اتحاد الكوره لغايه دلوقتي ما اتحكمش، حكم المباراه لغايه دلوقتي ما اتحكمش. اللي بعتوا اللي اتبرعوا النادي المصري لغايه دلوقتي ما اتحكموش. انا قابلت اسمه ده انور صالح واتخانقت معاه وبهدلته. قلت له ازاي يا راجل حرام اتقي ربنا ما عندكش اولاد؟ ازاي راح تبعت ورق انت وهاني ابو ريده وتقولوا ان النادي المصري ده بريء وان النادي المصري ده ما تسببش في حاجه وياخد براءه؟ ازاي تتواطئوا؟ يا بيه الموضوع كبير. طب قال لك ايه يا دكتور قال لك ايه لما انت قلت له كده؟ قال لك ايه؟ فضل ساكت، عارف ان هو غلطان. يعني ما كانش فيه اي رد؟ ما كانش فيه كرمالين النادي كنت جوه. ما كانش فيه رد لما قلت؟ انا بقول لحضرتك ما كانش فيه رد من الكابتن انور صالح لما قلت له كده؟ يا بيه ولادنا ماتوا بمؤامره دنيئه يا بيه متدبره. معلش ولادنا مش ماتوا جمهور يا بيه لازم نتكلم الحقيقه جايه تبقى مره. طب من وجهه نظرك خلينا نتكلم بس معاك واحده واحده. انا مراعي طبعا ان ربنا يصبر قلبك، بس انا عايز اقول لك انا فقدت اغبى حاجه في عمري. انا بقى بموت. انا امبارح عديت الالتراس جولي البيت امبارح وجايبين عاملين جرافيك لابني وعاملين مسيره. بقيت ابكي زي الاطفال. انا بموت يا بيه، انا بموت. انتوا فاكرين دي سهله؟ لا طبعا. انا فقدت ورده جميله يا بيه، ولا كان محتاج فلوس ولا ده كان مسافر ورا النادي الاهلي في تونس، خد مني 3000 جنيه وركب راح تونس. بيحب النادي اللي اتربى فيه، والنادي جه سابنا كده واهملنا. ايه تديني 100000 جنيه؟ انت مش جايبهم من جيبك. ال 100000 جنيه دول اتحاد الكوره الفيفا اللي باعتهم. لا ده انا في حاجات اتخانقت مع الاداره عشان تبقى عارف. انا وعلي محسن اللي هو ابو الشهيد عمر خدت بالك اجتمعنا مع الكابتن عادل القيعي، انا وهو واثنين اهالي الشهداء احنا بنمثل اهالي الشهداء. تمام. عشان اسال على الموضوع ده، احنا اللي بنمثل اهالي الشهداء. تمام. في اي اجتماعات مع العمري فاروق في اي حته احنا بنمثل اهالي الشهداء. تمام يا دكتور. احنا بنتكلم. انت دلوقتي يعني ما بقاش النادي يتحرك الا الايام دي يحط لي صور العيال. طب قلت لكم الكلام ده من زمان يا جماعه من زمان. حطوا نزلوها في قناه الاهلي صور ولادنا. ده انا ابن النادي الاهلي وما نزلش الا قريب. يا نهار اسود يعني من ساعه ما ماتوا العيال ولقيتهم اختفوا مره ما حدش بيهتم. لولا احنا اتحركنا والمسيرات اللي حصلت واللي ما ينفعش. احنا فقدنا شباب مش هيتعوض طبعا. لا شباب صايع ولا بلطجي. انت حضرتك اول سؤال بتقول لي بعت ابنك ليه؟ حتى لو انا غلطان انا بعته وانا ما بعتوش. لا دكتور انا مش بقول انت بعته ليه، انا بقول لك احنا عايزين. الكلمه دي اتقالت لي من لواء جوه النادي ومسكت في خلاف. لا انا ماليش دعوه بدي. بقول لي طب انت بعت ابنك ليه؟ يا دكتور لا يا دكتور اصل يا باشا انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد اتفضل يا دكتور. احنا مش في غابه يا بيه. صح. احنا هنا في دوله يعني زي ما بيقولوا في قانون مفيش حاجه اسمها واحد رايح يشجع كوره يرجع في كفن. ما ينفعش. مفيش واحد رايح يشجع كوره يموت يا جماعه. شوفوا لي حل. عندك حق. شوفوا لي حل. انا بكلم نفسي انا ربنا يستر عليا. ربنا يصبرك. انا بقى قفلت عيادتي وسبت مستشفياتي وسبت شغلي. انا حياتي متدمره خلاص. ابن ناس لا هو صايع ولا بلطجي ولا متفوق. بكالوريوس هندسه جيد جدا. يعني هتجنن. هات لي تفسير اللي حصل للعيال دي. ما تقوليش ده كوره وماتش كوره والعيال. لا كوره ايه؟ كوره مين عاقل يقول ده ماتش كوره؟ كوره ايه؟ فين الكوره؟ يعني انا عايز اوصل لحل. هتجيبوا لي حق ابني ازاي؟ قول لي. هتقول لي يوم 26 هيبقى في مجازر وانا انت هبلغ سعادتك وهتصل بحضرتك وهقول لك تعالى اتفرج عند الاكاديميه بيحصل ايه. لان الاحكام مش هتيجي يا بيه زي ما انت متخيل. طب ليه حضرتك شايف ان انت متشكك؟ حضوري للمحاكمات. انت حضرتك بتقول لي ان انت ما سبتش ولا جلسه. طب ليه واصل لك الشعور ده؟ يا باشا بص انا هتجنن. هات لي حد اللي قتلوا كل المتظاهرين وكل الناس اللي حصلت من احداث الثوره لغايه دلوقتي خد حكم. خلاص دي لازم نتفق عليها. تمام. الموضوع كل المحامين بتوعهم بيشيعوه دلوقتي. بيشيعوا الموضوع. يقول لك دي زحمه والعيال جري. طب وايه اللي جرى العيال؟ وايه اللي زنق العيال؟ ما انت يا امن سبت لهم البلطجيه يخش عليهم. انت لو كنت عملت حاجز امني زي ما حصل في ماتش الاهلي والمحله.
المحله. أيوة. انا قلت كده، ما كانش الجماهير دي يا دكتور، ما هو ده فرق بين مدير امن ومدير امن، فرق بين عقليه وعقليه، عقليه متواطئه، عقليه متواطئه وعقليه شغاله. محمد ان عشت وقابلت حضرتك، ربنا يبارك في عمرك. اثبت لك يا استاذ محمد ان دي مؤامره دنيئه مدبرها المجلس العسكري ومدبرها الداخليه. ما تقوليش جمهور، وانا هثبت لك الكلام ده. انا قابلتك في يوم من الايام بقول لك، فاكر لما قلت لك في المداخله ايه؟ انا عارف، انا بحضر محاكمات وعارف الحاكم العسكري اللي دخلهم الحيوان، اللي دخلهم المره دي هو المره اللي فاتت في ماتش ابني راح المره اللي قبليها برضه، ومن ورايا راح ماتش المصري قبليها ورجعوهم من الارض. نفس الحاكم العسكري خدهم من ايدهم. خدت بالك، انا معايا في النادي مساعدين وزير الداخليه السابقين اللي هو سيد محمد الغير، وقعدنا نتكلم عن الموضوع. قال لي يا دكتور الله يكون في عونك، دي مصيده اتعملت للعيال واتقفلت من جميع الجهات عشان يموتوا العيال دي، لان دول العيال بتوع الثوره. الالتراس دول ثوار مصر، فهم دول كيان موجود مش هينتهي، مش هينتهي. وهتشوفوا الالتراس هيعمل ايه، هتشوفوا حضرتك الالتراس هيعمل ايه. لسه دوره جاي، وانا بحضر مع العيال دي وبنهديهم عشان تبقى عارف، بنقول لهم ارجوك يا اولاد مش عايز حد فيكم يموت. انا فقدت اغلى حاجه. ربنا يعني رفقا بيك يا دكتور شويه، يعني رفقا بصحتك، حتى برفقا بحالك. يعني انا عذرك وانا حاسس بيك اهدى. طب انا عايزك بس تهدى شويه، اهدى بس. انا عارف والله. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. مش عايز حد يموت تاني من الشباب ان شاء الله مش هيحصل. بحضرهم ويبوسوني اقول له بشر خاطري، مش عايز حد فيكم يموت. ربنا يديك الصحه يا دكتور. يا بيه احنا وقعنا يا بيه في مصيده، وقعنا في حاجه. الشباب الجميل ده هو بتاع الثوره، الشباب الجميل ده ما قدروش عليه التحرير الصدوق بورسعيد يا بيه. دي مؤامره متدبره، انا عارف، مش موضوع جمهور طبعا يا بيه. طبعا في العالم كله ما حصلش ان 74 واحد يموتوا في ماتش كوره، ما حصلتش في العالم، ما حصلتش في مصر في تاريخ الكوره. طيب دكتور صالح، يعني انا اشكرك شكرا جزيلا، وربنا يصبرك، مش هقول لك غير كده. مش عارف اقول لك حاجه تاني غير كده. ما حدش هيحس بكل ده غيرك انت وحدك، انت وحدك اللي هتحس بكل ده، انت وحدك